مرحبا حبايب، ان شاء الله الكل بألف خير وياكم علي. طبعا اليوم عندنا طريقة صنع الوافل اللي الكل يحبها ويعشقها، ويروحون للمطاعم والكافيهات عم يشتروها بأسعار غالية جدا. اليوم وياي راح نسوي الوافل وبطريقة أضبط من المطاعم ان شاء الله. تعالوا وياي على المقادير. المقادير هي 1.5 طحين، 1.5 حليب، 3 ملاعق كبيرة نشا، بيضة وحدة، وملعقة كبيرة زيت أو زبد، ملعقة صغيرة فانيلا، و2 ملاعق صغيرة ممسوحة بيكنج باودر ورشة ملح. راح نجيب طاسة عم نمزج المكونات. راح نحط الطحين اللي هو 1.5 كوب، راح نحط النشا اللي هو 3 معالق كبيرة، راح نحط البيكنج باودر، راح نحط البيضة، راح نحط الملعقة الكبيرة زيت أو زبد، ورشة الملح والفانيلا، وراح نضيف 1.5 كوب حليب، وراح نمزج المكونات بشكل جيد. طبعا ما عندي احد يصور لي، فراح امزج المكونات وارجع لكم. طبعا حبايب، صارت بهذا القوام عندي. هذا القوام ما عجبني، شوية ثخين. راح اضيف له شوية انا حليب، قرابة النص كوب حليب. راح نضيف نص كوب حليب وامزج المكونات وارجع لكم. حبايب، بعد ما صارت بهذا القوام، هو هذا القوام اللي احنا نريده، راح نخلي العجينة من 10 دقائق إلى ربع ساعة بالثلاجة عمود ترتاح، وارجع لكم مرحلة الشوي. حبايب، رجعنا لكم مرحلة الشوي. راح نستخدم الآلة الخاصة بعمل الوافل اللي هي موجودة بأي محل أجهزة كهربائية منزلية، يتراوح سعرها من 11 ألف فما فوق. راح نستخدم للتزيين بسكت اللوتس المطحون، وراح نستخدم أيضا الكاكاو. نستخدم المستر مارتيني، كاكاو مستر مارتيني، تقدرون تستخدمون أي نوع آخر. طبعا راح ندهن آلة صنع الوافل بالزيت بشكل جيد، وراح نطلع العجينة اللي بقيناها تقريبا ربع ساعة بالثلاجة. طبعا غطيناها بعلاقة. شوفوا القوام مالتها هسه. قوامها هو هذا القوام اللي احنا نريده. طبعا بعد ما حمت الماكينة، راح نخلي كمية كافية من العجينة بالماكينة. راح نبقيها قرابة 7 دقائق بالماكينة لحد ما تقسب، تاخذ لونها الذهبي. لازم تحمل الماكينة بشكل جيد، ونحط الوافل. هنا تقريبا 5 دقائق مرت. نعمل القرمشة. طبعا هنا صار عندنا الوافل جاهز. راح نطلعه من الماكينة. راح نبدأ بمرحلة التزيين، اللي هو راح نستخدم الكاكاو للتزيين. راح نستخدم بسكت اللوتس المطحون. طبعا الكمية ما شاء الله خير من الله، تقريبا سوت 17 إلى 20 وحدة حسب. احنا ماكينتنا متوسطة الحجم، احتمال انتو تشترون ماكينة تصير أكبر من ماكينتنا فتقل عندكم الكمية. طبعا هنا راح نسوي الوافل بالفواكه. طبعا هنا حطينا الموز على الوافل، حطينا عليه شوية كاكاو بسكت لوتس. راح
نحط عليه قطعة الوافل الأخرى، راح تصير بهذا الشكل. راح نحط كاكاو، راح نحط بسكوت لوتس، ساعدنا بهذا الشكل. راح أحط بعد طبقة موز، راح أحط عليها كاكاو بعد، راح نحط عليها بسكوت لوتس. طبعا التزيين حسب رغبتكم، حسب المتوفر عندكم. وهذا شكلها النهائي. طبعا راح نحط بعد بالماكينة عجينة. طبعا مثل ما قلت لكم هسه احنا حوالي سوينا 6، وبعد بقى بالعجينة هواتين تسوي فد 10 قطع. الكمية كبيرة جدا ما شاء الله. مثل ما قلت لكم حوالي تسوي من 16 قطعة إلى 20 قطعة. راح نزينها بنفس الطريقة. هواتين راح نحط عليها كاكاو، راح نحط عليها بسكوت اللوتس حسب المتوفر عندكم. مثل ما قلت لكم التزيين حسب ما متوفر عندكم. تقدرون تستخدمون أنواع أخرى من الكاكاو، تقدرون تستخدمون غير الكاكاو البسكوت اللوتس. طبعا أتمنى تجربون الوصفة، أتمنى تنال إعجابكم. اكتبولي بالتعليقات إذا جربتوها ونالت إعجابكم. هذا الشكل النهائي لها، وعليكم بألف عافية، ومع السلامة.